إذا كان واحد رد الدم شنو هو لازم يعمل؟ ردان الدم هو حالة استعجالية لأنها تعكس نزيف في الجهاز الهضمي العلوي، أي في البلعوم في المعدة أو المثرنة الجويدة. إذا كان واحد رد الدم لازم يتصل في أقرب وقت بأقرب استعجالي ليه، سواء كان في المصحة أو في المستشفى. الطبيب باش يعدي عليه باش يشوف المؤشرات الحياتية خاصة ضغط الدم، يطلب له تحليل النفس باش يثبت نزيف هوي وإلا لا. بعد هذا الكل في غالب الأحيان حالة المريض باش تستوجب إيواءه بالمستشفى أو المصحة. لازم يعمل فيبروسكوبي منظار على المعدة باش نشوفوا شنو السبب اللي خلاه يرد الدم. في بعض الحالات نجم من خلال الفيبروسكوبي نوقفوا النزيف. الاسباب متعدده، اهمها قرح المعده اللي في السنوات الاخرى نقص الانتشار نتاعو لانه فما دوايات فعاله تخلينا نتجنبوا مضاعفات القرح، وخاصه بعد ما نكونوا قضينا على جرثومه المعده اللي هي تسبب القرح في غالب الاحيان. ولكن ولينا نشوفوا برشا تقرحات ناتجه عن استعمال الادويه، خاصه الادويه اللي تجري الدم واللي يوصفوها اطباء القلب في العاده، او ادويه مضادات للالتهاب واللي يوصفوها اطباء العظام والمفاصل. كيف ردان الدم ينجم يكون ناتج عن انه عروق في المعده او في المثرنه في القط، وهذا نشوفوه حاله خاصه عند العباد اللي عندها امراض مزمنه في الكبده. الاسباب الاخرى متعدده، تبدا من الالتهابات حتى للاورام السرطانيه، ولكن بغض النظر على السبب اللي خلى الشخص يرد الدم فانه الحاله استعجاليه ولازم يتجه في اقرب وقت لاقرب استعجالي ليه.